في نقاش جديد ومعمق. النهاردة عايزين نفهم لغز محير شوية. ليه ساعات ناس شاطرة جدا وعندها فرص كويسة تلاقيها بتعطل نفسها أو بتأجل شغل مهم؟ امم ده سؤال مهم فعلا. الأبحاث بتقول إن الحكاية مش نقص إمكانيات خالص. يعني شوف قصص ناس زي كولونيل ساندرز ولا أوبرا، بدأوا من تحت الصفر ونجحوا. فعلا. كأن في صراع جوانا، صح؟ بين إن الواحد عايز يرتاح ويمكن خايف من التغيير شوية، وبين روحه اللي عايزة تتطور وتكبر. بالظبط، هو صراع بين الجهاز العصبي اللي بيدور على الأمان والراحة، وبين الدفع الداخلي للنمو. طب والمخ بقى، إيه دوره في القصة دي؟ المخ هو الأساس، خصوصاً الجزء اللي بيميزنا كبشر، المسؤول عن التفكير الواعي والمنطق، اللي اسمه النيوكورتكس. الجزء ده خد بالك مش بيكتمل نموه وبيدخل الخدمة بكامل طاقته غير عند سن 27 سنة تقريباً. 27 سنة؟ طب وقبلها؟ قبل السن ده يكونوا شغالين أكتر بموجات عقلية مختلفة، سيتا ودلتا. ده بيخليهم زي الإسفنجة كده، بيستقبلوا كل حاجة حواليهم، كل كلمة وكل تجربة، من غير فلتر، من غير تفكير نقدي، بتتزرع جواهم على طول. عشان كده مقولة أرسطو، اديني الطفل 7 سنين وأنا أديك الرجل، منطقية جدا. تماماً. ودي النقطة اللي بتربط بقى بمشكلة التسويف وتخريب الذات اللي كنا بنتكلم فيها. إزاي؟ يعني إيه علاقة برمجة الطفولة دي بإن الواحد يأجل شغله وهو كبير؟ هديك مثال بسيط. تخيل أب مضغوط مادياً ونفسياً في السوبر ماركت، ابنه الصغير زن على لعبة. الأب ممكن من عصبيته وضغطه يقول كلمة زي أنت ما تستاهلش، أو أنت مش شاطر كفاية عشان أجيبها لك. مم. موقف بيحصل كتير أكيد. الطفل الصغير ده مش هيفهم إن أبوه مضغوط. هو عقله هيترجمها إزاي؟ أنا لا أستحق، أنا مش كفاية. يعني بياخدها على نفسه بشكل شخصي جدا. بالظبط كده. والاعتقاد ده بيتغرس في اللاوعي بتاعه، وممكن يفضل معاه طول حياته. فيكبر ولما تجيله فرصة نجاح كبيرة، يلاقي نفسه لا شعورياً بيعمل حاجة تبوظها. ليه؟ عشان يثبت لنفسه الاعتقاد القديم ده، أنا فعلاً لا أستحق. مرعب الموضوع ده. يعني البرمجة دي بتفضل شغالة في الخلفية من غير ما ناخد بالنا؟ للأسف وده اللي بعض الدراسات بتسميه القانون الأول للنمو الشخصي. إن الواحد مستحيل يتجاوز الصورة اللي هو شايفها عن نفسه، والصورة دي بتتكون بشكل كبير قوي قبل سن 7. بناء على إحساسنا بالحب والقبول من الناس المهمة في حياتنا وقتها؟ بالظبط. وده شبه القانون الأول للعلاقات برضو. مستحيل حد يحبنا أكتر ما إحنا بنحب نفسنا وبنقبلها. أوكي، دي نقطة البرمجة المبكرة. طيب إيه تاني بيتحكم فينا كده من غير وعي؟ العادات؟ أكيد العادات دورها ضخم جدا. بص، المخ ده عضو بيستهلك طاقة رهيبة، فمن آلياته عشان يوفر الطاقة دي إنه يحول أي قرارات أو تصرفات بنكررها كتير لعادات أوتوماتيكية، بيسلم التحكم فيها لأجزاء تانية في المخ زي الميد برين، وتشتغل لوحدها من غير تفكير واعي. زي إيه مثلا؟ زي سواقة العربية، ممكن تسوق مشوار كامل وتوصل وتلاقي نفسك مش فاكر تفاصيل الطريق، أو إنك تطلب طبق معين في مطعم بشكل تلقائي من غير ما تفكر. تمام. المشكلة بقى إن الأبحاث بتقول إننا تقريباً 95% من وقتنا بنبقى ماشيين بالتيار الآلي ده. هي دي النقطة الخطيرة. 95% شغالين باللاواعي، كأننا نايمين صاحيين. 95%؟ دي نسبة كبيرة جدا. يعني إرادتنا الحرة ال 95% الباقية دي موقفها إيه؟ في تشبيه ظريف للموضوع ده. تخيل إن العقل الواعي بتاعك 5% ده نملة صغيرة. النملة دي ماشية فوق فيل ضخم قوي اللي هو العقل اللاواعي 95%. والمشكلة إن الفيل ده ممكن يكون ماشي في اتجاه عكس اللي النملة عايزاه تماماً. تشبيه قوي فعلا. ومين اللي هيكسب في الآخر؟ أكيد الفيل اللاواعي. وفي تشبيه تاني برضو بيوضح الفكرة دي. العقل عامل زي إبرة البوصلة. في 5% من الوقت اللي انت واعي ومركز فيه، تقدر تمسك الإبرة دي بإرادتك وتوجهها لأي اتجاه تختاره. يعني ممكن أقرر أكون إيجادي أو أعمل حاجة جديدة. تمام. لكن بمجرد ما تسرح أو تنشغل أو تتعب، الإبرة دي بتعمل إيه؟ بترجع لوحدها تلقائياً للشمال المغناطيسي الافتراضي بتاعها. والشمال ده اللي هو إيه بقى؟ هو مجموع برمجتنا القديمة وعاداتنا ومعتقداتنا اللاواعية. وللأسف الشديد عند أغلب الناس الشمال الافتراضي ده بيكون سلبي أو معيق للنمو. ده يخلينا نفكر في التحدي الثالث اللي الأبحاث بتتكلم عنه، إن البيئة ممكن تتغلب على الإرادة، صح؟ 100%. environment trumps will زي ما بيقولوا.
على المدى الطويل البيئة اللي بنحط نفسنا فيها بتأثر على بوصلتنا دي. زي مثال الشخص اللي مش بيحب موسيقى الجاز خالص، بس جاره بيشغلها كل يوم الصبح بصوت عالي وهو رايح الشغل معاه في العربية. إيه اللي هيحصل؟ بعد كام يوم أو كام أسبوع هتلاقيه بدأ يدندن مع الموسيقى دي من غير ما يحس. البيئة فرضت نفسها. يعني إحنا بنتأثر قوي باللي حوالينا وبنتعرض له بشكل متكرر. جدا، وده يوصلنا لقانون الانسجام أو Law of Conformity. القانون ده بيقول ببساطة لو قضيت وقت كافي مع 9 أشخاص سلبيين ومتشائمين غالباً أنت هتكون العاشر. والعكس صحيح طبعا. والعكس صحيح، لو قضيت وقت مع 9 أشخاص إيجابيين وناجحين غالباً هتكون العاشر. إحنا كائنات مبرمجة بالفطرة عشان ننسجم مع القطيع أو المجموعة. بس الخبر كويس إننا نقدر نختار القطيع بتاعنا ونقدر نعيد برمجة نفسنا. هو ده بقى بيت القصيد. إحنا صحيح مبرمجين، بس عندنا القدرة نختار إزاي نعيد برمجة نفسنا. طيب إزاي؟ لو الموضوع بالتعقيد ده وفي لاوعي وبرمجة قديمة وبيئة، إيه الخطوات العملية اللي ممكن الواحد ياخدها عشان يغير اتجاه البوصلة دي؟ الأبحاث بتقترح 3 خطوات رئيسية ومهمة. أول خطوة، وقف أو على الأقل قلل جدا المدخلات الغلط اللي بتتبرمجك بشكل سلبي. زي إيه المدخلات الغلط دي؟ أهم مصدرين للبرمجة السلبية المستمرة في حياتنا المعاصرة هما الإعلام السائد وخصوصاً الأخبار. كتير منها بيعتمد على إثارة الخوف والقلق عشان يشد انتباهك. بيستهدف الجزء بتاع الخوف في المخ، الأميجدلا. والمصدر التاني؟ المصدر التاني هو مجموعة الناس اللي بتقضي معاهم معظم وقتك، خصوصاً الأصحاب والمعارف اليوميين. ممكن تحب عيلتك وكل حاجة، لكن أصحابك دول أنت اللي بتختارهم، فاختارهم بعناية شديدة. النقطة بتاعت الإعلام دي لافتة. المتحدث في الأبحاث ذكر إنه بقاله 17 سنة موقف متابعة الأخبار تماماً. دي خطوة تبان صعبة قوي لناس كتير. ممكن تكون صعبة في البداية، لكن الفكرة هي التحكم في اللي بتسمح له يدخل عقلك ويأثر على بوصلتك. ممكن تبدأ تقلل تدريجي. تمام. يبقى أول خطوة فلترة المدخلات السلبية. الخطوة التانية إيه؟ الخطوة التانية، ابدأ بوعي تدخل المدخلات الصح. زي ما بتفلتر السلبي لازم تضخ الإيجابي. استغل كل المصادر الإيجابية المتاحة حواليك دلوقتي. بودكاست مفيدة زي ده مثلا، كتب تنمية ذاتية أو سير ناس ملهمة، فيديوهات ومقابلات ناس نجحت وقدرت تغير حياتها. يعني أعمل عملية إعادة برمجة إيجابية بنفسي؟ بالظبط. انت اللي بتختار تكون بطل قصة حياتك، وانت اللي بتختار المدخلات اللي بتشكل البطل ده. غذي عقلك باللي يدعم إمكانياتك مش باللي يحبطها. جميل جدا. نوقف الغلط ونبدأ الصح. فضل الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة، ودي يمكن الأعمق والأصعب شوية، هي إنك تشتغل على التخلص من الحاجات القديمة اللي متخزنة جواك ومش بتخدمك دلوقتي. البرمجة القديمة، المعتقدات السلبية اللي اتكونت زمان زي أنا لا أستحق أو أنا مش كفاية. طب ودي أعملها إزاي لو هي في اللاوعي أنا مش هكون شايفها أصلا؟ بالظبط. عشان كده الخطوة دي غالباً بتحتاج مساعدة خارجية، محتاجة متخصص فاهم، زي مرشد نفسي أو كوتش متخصص في ديناميكيات العقل الباطن. حد يقدر يساعدك تشوف الأنماط دي اللي انت مش شايفها، النقط العامية بتاعتك، ويساعدك تفكها وتتخلص منها. زي المثال اللي ذكرته الأبحاث عن الشخص اللي كان فاكر مشكلته هي إدارة الوقت. كان فاكر إنه محتاج كورس إدارة وقت، لكن مع الشغل مع الكوتش اكتشف إن المشكلة الحقيقية أعمق بكتير. هو كان عنده خوف مرضي من الرفض، فكان بيقول حاضر ونعم لأي حد يطلب منه أي حاجة عشان يتجنب الرفض، وده اللي كان مبوظ له وقته وحياته كلها. لما عالج جذر المشكلة موضوع الوقت اتحل لوحده. فهمت. يعني لازم نحفر أعمق شوية بمساعدة متخصص. الهدف بقى من كل الشغل ده على النفس هو الوصول لمرحلة إتقان الذات أو السيلف ماستري، صح؟ هو ده الهدف الأسمى فعلاً. الأبحاث بتأكد إن قدرتك على إتقان عالمك الداخلي، أفكارك، مشاعرك، ردود أفعالك، أهم بكتير من اكتساب أي مهارة خارجية. لما توصل للمرحلة دي بتقدر تحافظ على هدوءك الداخلي وتوازنك مهما كانت الظروف الخارجية صعبة أو فوضوية. بتكون أنت حرفياً عين العاصفة، هادي ومتحكم في قلب الفوضى. خلاصة قوية ومهمة جدا. إتقان الذات هو المفتاح الحقيقي للتغيير المستمر. والأجمل إن الواحد لما بيشتغل على نفسه بجد التغيير ده بينعكس على اللي حواليه بشكل طبيعي. بنبقى قدوة ودعوة للتغيير مش بنفرضه على حد. زي ما قال غاندي المقولة الشهيرة: كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. ابدأ بنفسك. فعلا. محيطة ليهم تأثير عميق على بوصلتنا الداخلية دي.
يا ترى إيه هو تغيير واحد بس صغير وواعي ممكن أي حد يبدأ يعمله الأسبوع ده؟ تغيير في روتينه اليومي أو في بيئته المحيطة، تغيير ممكن يبدأ يحرك إبرة البوصلة بتاعته دي ولو درجة واحدة بس في اتجاه جديد يكون أفضل له.